خلال الليل، روسيا سببت أول خسائر في صفوف حليف من حلف الناتو من وقت ما بدأت غزو أوكرانيا، مع أن الناتو مش طرف نشط في الصراع. بس ده مجرد أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث اللي ما خدتش حقها في الإعلام السائد بسبب ضيق المساحة اللي الإعلام بيشتغل فيها اليومين دول. مع ذلك القصة الأكبر مليانة غموض وإثارة. طائرات أوكرانية بدون طيار بتهاجم دول البلطيق، وأيوة أنا قلت كده صح. استقالة رئيس وزراء، وفيه عدم فهم عام من الناس عن فين الخطر الحقيقي على الناتو. فخلينا النهاردة أشرح لكم الأول إيه اللي حصل في قصف عمارة سكنية في رومانيا، وبعدين نحط ده في سياق اللي بيحصل حوالينا في عالمنا اللي مليان بالمسيرات. وقبل ما نخلص هنتكلم عن أفضل وسائل الدفاع اللي الناتو يقدر يستخدمها. بس خلينا نبدأ باللي حصل فعلا. يوم الجمعة كان يوم بينتهي بحرف واي، وده معناه إن أوكرانيا كانت هدف لهجوم جديد بالطائرات المسيرة من روسيا. المرة دي كان واحد من الأهداف هو أقصى نقطة جنوب غرب البلد. الطائرات المسيرة الروسية مش معروفة بالدقة بتاعتها، وأوكرانيا بتشوش عليهم وبتخلي المشكلة أكبر. بس أوقات ده بيؤدي لنتائج غير مقصودة، وده بالضبط اللي حصل هنا. حوالي الساعة 1:54 صباحاً الرادارات الرومانية رصدت طيارة مسيرة دخلت البلد بعدما عدت الحدود فوق مدينة أوكرانية. الطيارة المسيرة ضربت الدور العاشر في عمارة سكنية على بعد حوالي 16 كيلومتر بس جوا الأراضي الرومانية. 2 اتصابوا في الانفجار، بس ما فيش وفيات. زي ما هنتكلم كمان شوية، رومانيا عندها القدرة المثبتة إنها تعترض النوع ده من الطيارات المسيرة، وفعلا كانوا طلعوا طيارتين F-16 وهليكوبتر عشان كده. بس وطبقا للسياسات اللي ماشية من زمان اتخذ القرار إنهم ما يدمرهمش. لو افترضنا إنه المسار كان مستقيم، كان في حوالي 5 دقايق بس بين لحظة عبور الطيارة المسيرة للحدود ولحد ما وصلت لمجمع الشقق. ما فيش مساحة مفتوحة كفاية عشان يدمروا الطيارة المسيرة من غير ما يعرضوا الناس للخطر بسبب الحطام. وكمان أحياناً الطيارات المسيرة بتاعت روسيا بتلف وترجع تاني وتبقى مشكلة أوكرانيا، عشان كده بيتبعوا أسلوب الانتظار والمراقبة. المشكلة الوحيدة هنا إن كان في كثير من الانتظار والمراقبة في التعامل مع النوع ده من الحوادث. في المرحلة دي بقى صعب تتابع كل التاريخ بالكامل، بس خليني أديك ملخص سريع. بالنسبة لرومانيا دي كانت المرة 22 اللي يحصل فيها اختراق بطائرة مسيرة من بداية الغزو. بس رومانيا مش لوحدها في الموضوع ده. أول حاجة ممكن تيجي في بالك هي أحداث اختراقات الطائرات المسيرة لبولندا في سبتمبر 2025، واللي خلت الناتو يفعل مشاورات المادة 4. وفي النهاية تنفيذ عملية الحارس الشرقي، ودي هي النظام الحالي للناتو للتعامل مع انتهاكات المجال الجوي اللي ليها علاقة بالحرب. من 10 أيام بس حصل حادثة درون تانية، ودي ممكن تعتبر أكتر حاجة حصلت بتعبر عن الناتو فعلاً. دارونا عبرت من المجال الجوي الروسي ودخلت إستونيا. ولو قلت إن أكتر رد فعل طبيعي على كده هو إن طيارات F-16 رومانية تطلع من ليتوانيا عشان تعترضهم، يبقى مبروك. انت قضيت وقت كتير جدا بتفكر في الأمن الجماعي. بس ده بالضبط اللي حصل، وكان نجح وتعمل بتكلفة قليلة نسبيا، رغم الأسطورة اللي دايما بتقول إن كل اللي الغرب بيعمله هو إنه يضرب صواريخ باتريوت على الدرونز. من ناحية الحادثة بتثبت إنه الناتو عنده القدرة على الاعتراض اللي محتاجها. الفرق الأساسي كان إن الدرون كانت فوق منطقة غير مأهولة في إستونيا، وده إدى للطيارين الرومانيين فرصة إنهم يسقطوها بأمان، وده رفاهية ما كانتش متاحة للطيارين الرومانيين فوق رومانيا. من ناحية تانية أنا أخفيت المعلومة الأهم. أكتر حاجة مثيرة في القصة دي هي إنها ما كانتش درون روسية، هي كانت درون أوكرانية. يبدو أن روسيا بتحاول تشوش على الدرونز الأوكرانية وبتحولها عمداً تدخل مجال الناتو الجوي عشان تخلق مشاكل بين أوكرانيا والتحالف. طيب كل اللي حصل لحد دلوقتي إنه سبب مشاكل سياسية للزعماء اللي مش واقفين موقف دفاعي قوي كفاية.
رئيس وزراء لاتفيا استقال يوم 14 مايو بسبب فضيحة حصلت قبلها بأسبوع. 3 طيارات مسيرة أوكرانية دخلوا لاتفيا، لكن الرادارات اللاتفية ما التقطتهمش في الوقت المناسب، والسكان استلموا تنبيهات الطوارئ بعد ساعة من اصطدام واحدة منهم بمنشأة تخزين نفط. عشان كده لاتفيا دلوقتي بتدور على رئيس وزراء جديد. ولو تسمحوا لي أخرج عن الموضوع شوية، ممكن تكونوا فاتكم الموضوع ده كله. الموضوع ده اتغطى بشكل قليل جدا، خصوصا عندنا على الجانب ده من الأطلنطي. ده اللي بيحصل لما الإعلام يقرر يغطي كل كلمة ملهاش معنى بيقولها ترامب، مع إننا المفروض نقعد ثانيتين نبص على اللافتة ونكمل حياتنا. لسه مستغرب إزاي بقى عادي إن الناس توصف ترامب إنه استراتيجي وغير عقلاني في نفس الوقت. وبرغم كده العالم كله بيرد على واحد عنده رغبة غير مسبوقة إنه يكون محور الاهتمام، بإنهم دايماً يخلوه فعلاً محور الاهتمام. وعلى أي حال، اللي بيخلي الوضع الحالي فريد هو إنها أول مرة طيارات المسيرة الروسية تتسبب في ضحايا في دولة من دول الناتو. كان لازم أكون حذر في اختياري للكلمات هنا، لأنك ممكن تفتكر إن في شخصين ماتوا في بولندا في نوفمبر 2022، بس ده كان بسبب صواريخ أوكرانية اعتراضية خرجت عن مسارها وضربت مزرعة بولندية. المرة دي فعلا روسيا هي المسؤولة بشكل مباشر عن الحادث، وده بيخلينا نسأل السؤال اللي جاي: طيب إزاي رومانيا وحلف الناتو كلهم هيردوا على الموقف ده؟ هتنقل بين كذا نقطة شوية هنا، عشان الصورة اللي الناس شايفاها عن اللي بيحصل مش زي حقيقة تصرفات الناتو، وكمان في فجوة في فهم إيه هو القلق الاستراتيجي الحقيقي هنا. خليني أبدأ بالنقد بتاعي. أوروبا مركزة زيادة على النتيجة ومش على العملية نفسها. حاجة زي اللي حصلت في رومانيا كانت هتحصل في الآخر كده كده. ما ينفعش طيارات بدون طيار تدخل بلاد كده وخلاص وتستنى إن مفيش حد يتأذى عاجلاً أو آجلاً. كل مرة بيحصل فيها انتهاك للمجال الجوي وكل حاجة بتعدي على خير، ده مجرد لفة تانية لعجلة الروليت اللي بالصدفة بتقف على رقمك. تاني، التركيز الحقيقي لازم يكون على العملية نفسها مش النتيجة، والعملية هي إننا نوقف كل المسيرات دي من بدري. الوضع في الشمال صعب عشان في قيود جوهرية للي الناتو يقدر يعمله هناك. ما فيش حد في أوروبا هيقول لأوكرانيا تبطل تحاول تضرب بنية روسيا النفطية. طيب ماشي، تقريباً ما فيش حد في أوروبا، وعددهم قل واحد من كم شهر فاتوا. وعلى مستوى معين لازم ناخد خطوة لورا ونقدر ذكاء روسيا اللي بتحاول تخلق فوضى سياسية عن طريق إن أسلحة أوكرانية تضرب أهداف تابعة للناتو. الفكرة إنه لحد ما الكرملين يسمح للناتو إنه ينشئ مواقع دفاعية جوا روسيا، كل حاجة لازم تتعمل في الناحية الغربية من الحدود. الحل هو إيسترن سنتري، والحل شغال كويس بالنسبة للقيود اللي موجودة هناك. لكن التوجه لبولندا ورومانيا موضوع مختلف تماماً. البلدين دول عندهم مساحة أكبر يتحركوا فيها، لأنه الاثنين عندهم أوكرانيا كمنطقة عازلة. المفروض الطائرات الروسية المسيرة عمرها ما توصل قريب من حدود بولندا أو رومانيا، لأنه المفروض يتم تدميرها أبعد بكتير في الشرق جوا أوكرانيا نفسها. دلوقتي من النقطة دي عندك خيارين: ممكن تعمل كده بنفسك أو تخلي أوكرانيا تعمل ده بالنيابة عنك. كان في وقت لما دول الناتو كانت ممكن تتصرف بنفسها، وكان ده ممكن يكون اختيار معقول، بس أظن إننا عدينا المرحلة دي. زي ما الوضع دلوقتي، أوكرانيا شكلها عندها قدرة تصنيع صواريخ اعتراضية زيادة عن احتياجها. اللي ناقصها هو الموارد اللي تقدر تستغل بيها القدرة دي بشكل كامل. أوروبا ممكن تعمل أكتر وتوفر رأس مال لأوكرانيا مخصوص للغرض ده، عشان تقدر تعمل شبكة دفاع ضد الطائرات المسيرة أفضل، خصوصاً في النصف الغربي من البلد. أوكرانيا مش المفروض تلاقي صعوبة في تعيين أفراد للوحدات دي، لأنها مناصب عسكرية مرغوبة نسبياً. الوحدات دي بعيدة عن خطوط المواجهة، وخطر الموت فيها قليل جداً. إيسترن سنتري المفروض يفضل يشتغل في الطرف الجنوبي للجبهة الشرقية للناتو، بس مش لازم يكون نشيط زي دلوقتي. أوكرانيا تقدر تعمل كده، ده هيكون إجراء فعال، وكمان هيكون في أقل مستوى من التصعيد مع روسيا.
وبما إننا بنتكلم عن مستويات التصعيد، أول رد فعل شفتوه على الإنترنت هو إنه الناتو مش بيعمل كفاية. الدول الأوروبية بشكل فردي مش بتعمل كفاية، ولازم يتحط خط أحمر دلوقتي علشان روسيا ما تفضلش تستغل الغرب. لو ما شفتش دعوة لتفعيل المادة 5 النهاردة هتشوفها قريب جدا. خلينا نسيب على جنب إن المادة 5 عمرها ما كانت مقصودة لحثة زي دي اللي مفيش وراها نية واضحة. وبرضه خلينا نسيب على جنب إن مش شرط يحصل مشاورات المادة 4 مخصوص عشان رومانيا. ممكن يكونوا فعلا ملهمش لازمة بما إنهم حصلوا فعلا السنة اللي فاتت، وده اللي خلى إيسترن سنتري يتأسس. الناتو شايف إن النهج المتشدد ده مش هو الصح. أيوة، أنا عارف إنه القادة الأوروبيين ليهم سمعة إنهم بينتقدوا سياسياً كتير من غير ما يكون عندهم القوة اللي تدي معنى للكلام ده. بس المرة دي بالذات الكلام ده ليه معنى. لو موضوع رومانيا ده ما كانش حصل خلال الليل، كان فيديو النهاردة هيكون عن الاستعدادات اللي الناتو بيعملها عشان يدافع ضد توغل روسي حقيقي. الفيديو ده هيبقى بكرة في حلقة جيوبوليتكس هيلبلاين لو ما حصلش أزمة سياسية تانية خلال ال 24 ساعة الجايين. على أي حال، وزي ما دايما بكرر في فيديوهاتي، واحدة من أهم النقاط اللي كنت هتكلم عنها هي إن بوتين بيعاني إنه يجمع قوات كفاية عشان يقدر يكمل الحرب في أوكرانيا. ومش بس كده، ده حتى مش قادر يجهز غزو لدولة من دول البلطيق. أفضل ويمكن الحل الوحيد قدام الكرملين هو إنه يقنع الشعب الروسي كله إن الناتو خطر على حياتهم اليومية. أنا مش عايز أقول إنه روسيا ضربت رومانيا عن قصد، مع إن ده ممكن يحصل، لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو إن روسيا مش قادرة تبرمج الطائرات المسيرة بتاعتها علشان تضرب أهداف أوكرانية بس، وكمان مش عندها الدافع إنها تشتغل جامد علشان تغير ده. بس آخر حاجة أي حد في بروكسل عايزها هي إنه الغرب يبالغ في رد فعله على الوضع، ويدي بوتين فرصة يستفيد من تأثير الالتفاف الشعبي حول القيادة كان ممكن نتجنبها تماماً. فبدل كده، بعيداً عن المادة 5 وبعيداً عن المادة 4، تقدر تراهن إن مسؤولي الناتو نزلوا النهاردة علشان يعملوا اجتماع كبير ويتكلموا عن إزاي يردوا على اللي حصل. لأنه دي هي المهمة الأساسية للمقر الرئيسي، إنه ينسق سياسياً بين الحلفاء في الشؤون العسكرية. وهنا التنسيق السياسي بيكون علشان ما نقعش في فخ ممكن الكرملين أصلاً ما كانش ناوي ينصبه. هل الوضع الحالي مثالي بالنسبة للغرب؟ لا، إطلاقاً. بس إحنا عايشين في عالم فيه قيود استراتيجية، وأحياناً مش دايماً بنقدر نختار الوضع اللي بنلاقي نفسنا فيه. الخبر الكويس لأوروبا إنه الوضع ممكن السيطرة عليه، وفعلاً بيتم التعامل معه. على فكرة، هل قدرت تشوف قائمة تشغيل جيوبوليتكس هيلبلاين على قناة التانية؟ دلوقتي وقت ممتاز تبدأ فيه، لأنه بكرة حنتعمق أكتر في جهود الغرب لتجنب أنه يدي الكرملين دعاية مجانية ينشرها لباقي الجمهور الروسي الداخلي. بس دلوقتي، لو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وهشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.